وصفتنا النهاردة جميلة جدا، ما اقدرش اقول عليها شتوية بس، بالعكس دي تنفع شتاء او صيف. قعدة الكورنيش او سهرات البحر ما تحلاش من غيره. تسموه حمص الشام، تسموه حلبسة، انا معرفش انتوا بتسموه ايه. بس بصراحة عملناه النهاردة بطريقة جميلة جدا ونضيفة قوي قوي. طبعا مع الدقة بتاعته اللي فيها كل اسرار عربيات الحمص، مع الليمون مع الشطة مع الخل، حاجة جميلة ولا أروع. الفيديو بصراحة جميل جدا. اللي عايز يعمل سهرة حلوة ما يكونش فيها سكريات ولا أي حاجة متعبة مش هيلاقي أحلى من الوصفة دي. طبعا سهرات الشتاء طويلة، محتاجين دفى، محتاجين حاجة حلوة. قومي بقى على طول هاتي حمص واعمليه على طريقتي. طبعا اللهم بارك، لونه جميل جدا، لون ميته حلوة جدا. عايزة اقولك المية بتاعت الحمص اللي عاملينها في الوصفة النهاردة اطعم منه مليون مرة. لو عملتيه مرة واحدة هتفضلي تعمليه طول الشتاء. طبعا الشطة بتبقى حسب الرغبة، فانا عامله لكم هنا بالشطة. اللي حابب يشيل اي اضافات هو مش حاببها اوكي، علشان نرضي كل الاذواق. نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام. جبت هنا نص كيلو من حمص الشام، نقيته كويس جدا وهنقعه في ميه سخنه علشان اختصر مده النقع. او تقدري تنقعيه قبلها بليله، لكن الموضوع ده سهل معايا جدا. طبعا الميه بعد النقع بقى لونها اصفر بعدها بحوالي 3 او 4 ساعات. غيرت له الميه واديته شطفه كويسه وحطيت عليه ميه نظيفه ورفعته على البوتاجاز. موضوع نقعه في ميه سخنه ده مريح جدا، يا ريتني كنت عارفاه من زمان. طبعا قعد عندي على البوتاجاز حوالي ساعتين او ممكن ساعتين ونص، وكان اللهم بارك استوى معايا جدا زي ما انتوا شايفين كده. هوريلكوا واحده استوت ازاي. ما شاء الله مستوي جدا، انا عايزاه بالشكل ده علشان واحنا بناكله يكون كويس كده وسهل ولذيذ. في الخطوه دي انا هركنه على جنب وهعمله خلطه مميزه جدا انزل على حمص الشام بيها. هي ايه؟ معايا هنا بصلايه وحوالي 5 فصوص توم حلوين مفرومين، مع معلقه من هريسه الشطه، مع طماطمايه، مع فلفلايه رومي. طبعا الشطه اللي انت حطاها هنا اختياريه، لان احنا كده كده هنعمل دقه وهنحط فيها شطه برضو. لكن انا علشان واثقه ان كل اللي عندي في البيت بيحب الشطه، فضفت في المرحله دي معلقه من هريسه الشطه اللي احنا عاملينها في البيت. طبعا في ناس بتنزل الخضار ده صحيح كده مع الحمص في الحله على طول، لكن انا مش بحب كده بصراحه. اعمليه على طريقتي هتلاقي لون الحمص معاكي جميل جدا، احلى من اللي بتجيبيه من بره. نزلت هنا في الخلاط عندي كل الخضار اللي انا قلتلك عليه، وهبتدي ان انا اديله فرمه ناعمه جدا. انا عايزاه يعني عصير، عايزاه سائل جدا. ولو مش ماشي معاكي زوديه نص كوبايه ميه عادي، مفيش اي مشكله. طبعا ريحته حكايه، يعني ريحته في المرحله دي بصراحه وهم. هيخلي معانا لون الحمص كويس جدا. عارفين انتوا اللون الاحمر الجميل؟ طبعا احلى من اللي بنشتريه من بره مليون مره. انت هنا واثقه من كل حاجه، من الخضار، من الميه اللي حطها عليه، من تنقيته كويس. كل حاجه معموله، فهتقدري انك تاكلي منه بنفس بصراحه. عملت هنا ايه؟ طبعا الميه اللي الحمص اتسلق فيها في ناس ممكن تضيف عليه الخضار على طول، انا ما بحبش كده. صفيته من الميه واديته شطفه كويسه ونزلت عليه بميه سخنه. مهم جدا تنزلي عليه بميه سخنه، لو نزلت عليه بميه بارده ده هيخليه يجمد معاكي ويجلد ويكون صعب تسويته. في المرحله دي هتكون كل حاجه معانا حلوه وريحتها حلوه لما تغيري له الميه اللي اتسلق فيها. طبعا بنزل فيها اي شوايب طبعا. هنزل هنا بملح مع بابريكا هتديني لون كويس جدا لمية الحمص، مع طبعا كمون. معروف اي بقوليات بتحب الكمون. بتهيألي لحد كده تمام. اللي وصل لحد هنا يصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. في التعليقات مستنيه تعليقاتكم الجميله ومستنيه رايكم وتطبيقات كل الوصفات. وبعد ما نزلنا بالملح والبابريكا والكمون هنزل بالخليط بتاعي. الخلطه دي مميزه جدا وهتشوفي دلوقتي لما تنزل على الحمص هتوديه فين. طبعا كلكم اللي هم بارك شطار، ولكن في تريكات معينه هتفرق معايا في طعم الحمص. يعني انا لو نزلت بالخلطه دي على نفس الميه اللي اتسلق فيها الحمص الموضوع مش هيكون تمام خالص، انا كامان ده رايي الشخصي. بالعكس لما نصفيها وننزل بميه كده نظيفه من البدايه الموضوع هيكون حلو جدا. زي ما قلتلك ميه الحمص هتكون اطعم من الحمص ذات نفسه. وهسيبها في المرحلة دي تغلي وتاخد وتدي مع بعضها مش أقل من 10 دقايق، علشان الحمص ياخد معايا من طعم كل الحاجات الحلوة اللي نزلنا بيها دي. طبعا ولا أسهل من كده. بعد كده هنعمل ايه؟
هو كل اللي هنديله كوبايه هيقعد يعصر عليها ليمون ويتعب نفسه ويحط خل ويحط شطه؟ لا، احنا عايزين نسهل العمليه خالص. جبت هنا حوالي كوبايه من عصير الليمون، نزلت عليها بمعلقتين كبار من الخل، وهنعمل الدقه كده ونخليها على جنب. معلقه بابريكا دي اللي بتديني اللون الاحمر المميز وريحه وطعم مدخن جميل جدا، مع نص معلقه من الثوم البودر. الثوم البودر برضو هيخلي نكهه حمص الشام مميزه جدا. وطبعا دي شطه، وزي ما قلنا اختياريه، لكن حمص الشام ما يحلاش ابدا من غير الشطه. اي نعم، احنا حاطين في الخلطه اللي حطيناها هريسه شطه، ولكن مفيش غنى عنها ابدا في الخطوه دي. طبعا كمون هو ملك الوصفه دي، بيتهيألي الدقه كده ولا اروع. طبعا عايزه تخفيها بشويه ميه، اوكي مفيش اي مشاكل خالص. وهنظبط الملح طبعا ونديها تقليبه، وهتخليها بقى معاكي على جنب في اي ازازه صغنطوطه او في اي مج، مفيش اي مشاكل. كتير مننا بيكون عايز ياكل حمص الشام وبيكسل، وكل ما ندي لحد كوبايه لسه هنعمله ليمون، لسه هنعمله دقه. الموضوع ده هيخلي اللي رايح واللي جاي يغرف لنفسه ويحط شويه من الازازه ويريحك، ولا تتعبي نفسك خالص. طبعا الناس اللي محبوش الحاجات المسكره واللي عاملين دايت، الوصفه دي كويسه جدا لو اخدوا منها كوبايه. يعني حمص الشام مش غلط ابدا على الدايت، وحاجه جميله ومشبعه، وتقدروا تاخدوها كسناك بين الوجبات. طبعا نزلتها هنا كده، وهنزلها عندي في ازازه صغنطوطه. الموضوع ده سهل عليا خالص بصراحه. بس كده، وهزودها شويه ميه صغنطوطين ونديلها رجه كده. شايفين اللون؟ لون الدقه عندنا هنا فظيع رهيب والله يا جماعه. اتمنى انكم تجربوا حمص الشام على طريقتي. والله حمص الشام طول السنه ما يتقلهوش لا، بصراحه هو في كل الاوقات جميل. شايفه بقى لون حمص الشام عندي، لون الميه بتاعته، الشكل ولا الريحه بقى مع التوابل اللي نزلناها والخضار المفروم، بصراحه احلى من اي حاجه في الدنيا. يعني دي عندي احلى من اي حلو تاني. وهبتدي بقى ان انا اغرفه عندي في الكوبايات كده. ما شاء الله بصراحه الوصفه عملناها من هنا وبألف هنا وشفا، اتاكلت على طول. بس كده، نزينها بقى بشويه كده سلايزات من الليمون، وقلنا ندلعهم. اللون جميل جدا، اللهم بارك. مش هقول زي بره، لا، دي احلى بمراحل بجد، مش غرور والله، لكن دي احلى مليون مره من اللي هتجيبيها من بره. اتمنى تجربوها، واقول لكم بالف هنا وشفا يا حبايبي. يا ريت يا ريت والله كنتوا تبقوا معايا وتتفضلوا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.